والله يا اخوي، شو اسولف لك؟ ما تقول لي شو اسولف لك. القصه وما بها، انا اقول لك ليش طلعت من العراق. انا كنت العب بطابق رقر انا واخوي بالبيت. شافني ابوي قلب الدبل ودخلته بالباب مال المطبخ. خويا ما اشوف لك بس البغيج وهالي كلهم يركضون علي. انا قلت شنو احترقني؟ قلت لهم يابا شنو الصاير؟ قالوا لك شنو هذا القول مالتك؟ قلت لهم بعد صارت. فاخويا ما طول السالفه عليك، اخذنا ابوي ثاني يوم للاتحاد العراقي من الغفشه حتى الدش بعد ما طالع. دقنا الباب عليهم، طلع لنا الحارس مال البنايه ويها ما مايصه. يقول لنا معزين. قال ابوي شنو لك معزين؟ تفتح الباب لا سحل لك سحل. اخويا كان الحارس خاف من ابوي، فتح لنا الباب. اخذ انا الحارس للغرفه مال رئيس الاتحاد، على ما غسل وجهه وتريق اجانا رئيس الاتحاد. النوبه قبل اجى لا سلم لا هاي. قال يا انتم شنو جايين من الصبح؟ ادري ايش عنده طبخ اني. حكى ابوي قال له يابا ترى انا اليوم جايب ابني وريد يلعب وياكم. يقول لي شنو يلعب ويانا احنا؟ شنو قاعد نلعب غميضان؟ قال ابوي لا صدق يا ابو حمود اريد العب ويا المنتخب. قال لنا رئيس الاتحاد زين عندكم فلوس؟ قال ابوي خويا صديق كذي جاي نشتري مزرعه احنا، غير اريد يلعب وياكم اني. قال رئيس الاتحاد لابوي قال له والله خويا ابنك ما يلعب ويانا، ترى احنا مقبطين فريقنا هواي. زين خويا شنو مقبطين مثلا هي كوستر؟ ردينا انا وابوي للبيت، خذينا انا شهر على هاي الحطه. اكو واحد من جماعه ابوي بقطر عنده فريق، فقال لابوي ليش ما تلعب هناك؟ هم تتونس وهم تلعب اساسي. قلت له يا ابا خوش. فرحت ويا فريق صاحب ابوي، النوبه تطورت وسحبوني السيليه القطري. خابرت ابوي قلت له يابا سحبوني السيليه. قال ابوي شنو هي كانت غير؟ قالوا مسحبينك السيليه. قلت له يابا مو السيليه، السيليه القطري. قال لي ها خوش. فخذيت لي شهرين وياهم، هم ودوا علي الخريطيات والنوبه شوي شوي من لما وصلت المنتخب قطر. فاخويا ما اوصف لك الشعور. فقطر اعطوني فلوس واعطوني قطع زراعي، يعني ما خلوني. وكان رئيس قطر يقول لي ان كل واحد يهدف الى 4 شدات. انا حصلت 8 شدات لان قولت 2. بس المستفاد انا اقول لك كان اللي هيدوس راسه تقول صابونه مال رقي. كان كل لعبه يهدف هو والمعز. وكانت من تخلص اللعبه ناكل كله مفطح. ويجيبون لنا بغلاوه. فاخويا هي قصتي وليش طلعت من العراق وجيت المنتخب قطر.